ربنا قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أول أكتوبر 2024. المنظر الحلو ده، واحد من اللي شغالين المهندسين اللي شغالين بيقول لي منظر حلو، بقول له الله ينور، ربنا قوي. فما شاء الله المنظر حلو، وخطوات خطوات خطوات شغالة. الناس ربنا يقويهم، يعني بالحر ده. النهارده حر، النهارده الجو حر. ربنا يقويهم يعني ووفقهم. الزحمة اللي هناك دي، الونش اللي هناك ده، والحاجة أو نشو الحفارات دي، البرمات دي غالبا مكان محطة ميامي الجديدة. طبعا في حاجات مش عارفينها لسه كتير. طبعا الناس مش عندها مشكلة ان بتحكم على الاشياء قبل ما تخلص، وده طبعا زي اللي عملوه زي اللي قالوه على الكورنيش، رصيف عرض رفيع صغير وكده وبتاع. يعني اللي بص اي حد يبص على الكورنيش نفسه، يكون على الكورنيش او يبص حتى على صورة، واضح جدا ان متغطية بطبقة اسمنت. يعني هي لو دايما ما كانوش غطوها، كانوا عملوها انترلوك زي بقية الرصيف. ده معناه ببساطة ان يعني منطقيا يعني ان ده مؤقت. على كل حال الشغل ما شاء الله حلو. انا ما اعرفش الفتحة دي هيعملوها يعني الحفر القطع اللي بالعرض ده، هل في كابل هيعدي، هل في حاجة، ما اعرفش. بس هو كده شغالين ناحية الأكاديمية. قدام الأكاديمية دي غالبا محطة ميامي الجديدة، محطة مترو ميامي الجديدة. المنظر ده ممتد لغاية ما قرب. دلوقتي داخلين على المكان القديم بتاع محطة سيدي بشر، أبو قير، قطر أبو قير. فالمنظر ده ما شاء الله يعني بيقول لك كتير قوي. ومش هنا بس، في ناحية العصافرة برضو شغالين جامد. منظرة منتزه تقريبا خلصت، وطبعا بعد كده في هما يعني أبو قير خلصت، منطقة الإصلاح والتصن والإصلاح والمعمورة، البلد شغالين فيهم. يعني كل حتة شغالين لغاية ما توصل الكاميرات، ويبدأوا يركبوا الكاميرات، ويبدأ بقى الشغل ينتقل علوي. بعد ما تركب الكاميرات، الخطوة التالية الطبيعية يعني المنطقية، ان هيبدأوا بقى شغل في انشاء المحطات نفسها. ده اكتر، حتى ده يوصل ل8 متر ولا حاجة اكتر. ربنا يكرمه ويقوي ويوفق ويخلص بسرعة.
عشان ده فيه فايدة لكل الناس. الناس لسه برضه لحد دلوقتي مش قادرة تتخيل الفوائد اللي هتيجي منها، من المشروع ده. ربنا يكرم الحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.